بص يا حاج ابراهيم، ربنا يقول لك ايه بقى؟ واتاكم من كل ما سالتموه. انا كان سؤال، طب المرض ده بتاع ربنا، هو في حد هيتكلم في المرض؟ احنا هنكفر يا جدعان؟ ده مرض. لحد ما لقيت حد بيقول ان في حاجه اسمها تشافي ذاتي. من جوايا مصدقه. ايوه فعلا في تشافي ذاتي. انا من جوايا حاسس بالكلام ده. لحد ما لقيت ربنا بيقول لي في القران عن لسان ابراهيم. يعني لقيت ايه بتقول ايه؟ والذي هو يطعمني ويسقين. على مين؟ على الله عز وجل. وإذا مرضت فهو يشفين. فإيه ده؟ مش الذي هو يمرضني؟ طلعت برضو من ضمن الحركات البهلوانية اللي اتلعب علينا بيها، وقال لك ان المرض ده دليل على حب الله ليك. لحد ما طلع حتى المرض انا المسؤول عنه. فاتعلمت، قعدت بقى ادرس شويه، سمعت الاول فيديوهات كتير عن التشافي الذاتي. في بحر بقى، في ناس يقول لك التشافي بالنفس والتشافي بالطاقه لحد ما وقعت على التشافي بالمشاعر، وفهمك للمشاعر، وتعرف هو ايه الامراض اصلا، بعد كده تتشافى. الفتره دي كان من حوالي سنه بالظبط، وانا بدرس ان كل مرض فيزيائي، اي مرض صابك هو اساسه مشاعر، توتر في المشاعر. فبزياده توترك جسمك بيقول لك خد بالك انا هنا تعبان، فروح عدل وظبط عشان حياتك تعلى وترتقي. خلاص بقى انا الكونسبت بقى في دماغي بقى. فوانا باخد الكورس ده، فاحنا الدكتور بيقول لنا ان مفيش حاجه اسمها مرض مزمن. ففي عز ما هو بيقول كده، انا قبل الكورس بحوالي شهر ولا حاجه، الجيوب الانفيه عندي قفلت بشكل مش طبيعي، مش عارف اتنفس. رحت ل3 دكاتره، اول دكتور وتاني دكتور يقول لك ايه؟ انت مريض جيوب انفيه من وانت صغير، صح؟ اقول له لا. يقول لي انت ما عندكش حساسيه مزمنه من وانت صغير؟ لا. يعني انت ما كنتش بتشخر وانت نايم وانت صغير؟ اقول لهم ولا انا صاحي ما عملتهاش قبل كده. افتكر والله ما حصل. يقول لك لا انت عندك مرض مزمن اصلا. انا انت. فانا مستغرب. فخدت الادويه ومشيت شويه، الجيوب الانفيه قفلت خالص في عز ما انا باخد الكورس. ففي تحدي بقى، الا وهو ايه؟ ادي يا سيدي جالك جيوب انفيه، الجيوب الانفيه قفلت وانت بتاخد عند دكتور بيقول لك ان الامراض اساسها مشاعر، فجرب مش يمكن يطلع كداب. فروحت للدكتور تالت، ده حد مشهور بقى، نفس القصه. وانت تعبان من زمان؟ لا. طب كنت بتشتكي من زمان؟ لا. راح قال لي بص يا بلال، انت عندك مزرعه لحميه. قال لي انت عندك مزارع لحميه، حاجه زي كده يعني. فانا بهزر معاه بقول له يا دكتور، يوم ما ربنا يديني مزارع تبقى مزارع لحميه. فضحك. قلت له طب والحل؟ قال لي حتى العمليه مش نافعه. قلت له يعني ايه؟ قال لي ده مرض مزمن. كتب لي على بخاخين، قال لي هتاخد البخاخين دول مدى الحياه، مرتين الصبح ومرتين بالليل. وهو بيقول لي انا من جوايا بضحك. ليه بقى؟ انا حاسس ان حلو، اللعبه حلوت. واحد بيقول لي انت عندك مرض مزمن، والراجل الطيب التاني بيقول ما فيش حاجه اسمها مرض مزمن. يا باشا بينا على من يدعي. خد بالك الكورس اسمه العلاج التكاملي. هو مش بيقول لك ما تاخدش ادويه، هو بيكمل على الادويه. بس افهم الفكره معايا للاخر يعني. لحد ما عرفت ايه سبب توتري جاب لي الجيوب انفيه، ومرض حاجه نفسيه خالص، وبتلاقي حاجه عاديه جدا بس انت توترت عليها بزياده. فجسمك بينبهك خد بالك في هنا مشكله، روح عالجني. افهم المشكله، غير المعتقد اللي في دماغك، هدي مشاعرك. الدكتور بساله بقول له هل هاخد الادويه دي وانا تعبان بس؟ قال لي مدى الحياه كل يوم. قلت له طب حتى لو الدنيا بقت حلوه؟ قال لي مش هتبقى حلوه من غير الادويه دي، الدنيا مش هتبقى حلوه، مش هتعرف تتنفس. خدت الادويه دي لمده اسبوع، ومن بعديها بقى لي سنه ما خدتش ادويه خالص. تعرف بقى ايه بقى؟ ان اصل المرض مشاعر، اصل الامراض كلها مشاعر. تعرف توترك راح فين، فتبدا تهدي التوتر اللي عندك، فيبدا يزول المرض. عشان كده فاذا مرضت انا فهو يشفين.